اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. طاجن اللحمة بالبصل بطريقة جميلة جدا جدا، من حلاوتها تاكليه كله على بعضه بطريقة بسيطة وسهلة. باشتراكك وكمان فعل الجرس، كومنت حلو يعبر عن رأيك بالفيديو، ويلا بينا نبتدي الوصفة. في مقلاية على النار هننزل بمعلقتين كبار من الزبدة، تقدري تستبدليهم بسمنة او بزيت، يعني المادة الدهنية انت المتحكمة فيها. وخلي بالك ان الزبدة بتتحرق بسرعة، فما تنزلهاش على مقلاية سخنة، وما تستناش انها تسحق او تدوب دوبان كامل، لا، تقدري ان انت تنزلي اللحمة وتشوحيها وهي بالمنظر ده في الزبدة بس. طبعا انا هنا هشوح اللحمة بتاعتي وهطمن انها اتشوحت كويس، يعني هستمر في التقليب فترة كبيرة. التشويح ده بيفرق في الطعم في النهاية وبيخليها لك جميلة جدا. انا هنا خلاص شوحتها معايا، ابتدي انزل بالبهارات. هنزل هنا بمعلقة هرمية صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة من بهارات اللحمة. ممكن جدا في وصفة النهاردة تستبعدي بهارات اللحمة، يعني مش اساسية معاكي، ممكن بفلفل اسود فقط تقدري تطبخي الاكلة من اولها لاخرها. وممكن كمان ان انت تنكهي بالتوابل اللي انت حباها، بس يا بالفلفل الاسود وبتوابل اللحمة بتظبط معاكي جدا. انا هنا قطعت البصل جوليان وهبتدي ان انا انزل بيه. البصل الابيض في الطبيخ بالنسبه للحاجات اللي هي فيها تقليه بيبقى طعمه مكرمل ومسكر وبيدي للاكل نكهه جميله، بعكس البصل الاحمر تماما. بنقلبهم كويس جدا. انتبهي كمان لنقطه معينه، بمجرد ما بتنزلي البصل في صوص اللحمه بيدي لون، فخلي بالك ان ما يديش لون من غير ما يكون البصله نفسها استوت. لازم تطمني ان البصله استوت، وفرقهم من بعض، خليهم كده جوانح منفصلة. بتستمر طبعا في التقليب لحد ما تطمني ان البصل معاكي استوى. انا هنا خلاص استوى معايا، هبتدي بقى ان انا انزل بالخطوة الاخيرة، هي المية. بتنزلي على الوصفة بتاعت النهاردة بمية مغلية. اي حاجة بشكل عام انت بتشوحيها بتنزلي بمية مغلية، بلاش انك تنزلي بباردة، بيفرق معاكي جدا. واهم حاجة كمان ان المية تغطيها، احنا عايزينها 3/4 سوا، لان خطوة الطاجن في النهاية هي خطوة بس بسيطة، مش هتاخد منك وقت في الفرن، فانت هتوصلها ل3/4 سوا. ولان النقطة دي انا ما حطيتهاش في الفيديو او ما جبتهاش وانا بحطها، انا بضيف اللحمة وهي 3/4 سوا بعد ما بتقل. خلي بالك بتقللي كمية الملح، علشان لو انت زودت كمية الملح بتبقى معاكي مملحة، فانت بتحط الملح قبل ما تقفلي عليها. انا سبتها تستوي على الصعيد التاني. انا هعمل هنا عجينة انا هقفل بها الطاجن. هستخدم كوباية من الدقيق وعليها ذرة من الملح، هنقلبهم كويس جدا وهبتدي ان انا اعجنها. والعجين مش محتاج مننا شرح، انت بتنزلي المية عليه تدريجي وبتعجنيها واحدة واحدة حسب نوع العجين بتاخد المية، يعني ما اقدرش احددلك نوع مية او كمية مية محددة. هنا خلاص انا كنت عجنتها، بقعد 10 دقايق كده عجينها يمين في شمال. حطيت عليها طبقة من الزيت وهسيبها كمان ترتاح. اهم حاجة خلي بالك ان انت هي ما ترتاح مش هتخمر معاك، لان احنا ما ضفناش لا بيكنج باودر ولا خميرة. خلاص يا بقى كده خلاص، مفروض انها ارتاحت معايا. هجيب المفرش اللي هفرد عليه وهضيف ليه شوية من الدقيق، وهبتدي ان انا افرد العجينة بتاعتي. هي لانها عجينة لينة بتقدري تفرديها بايدك، بس انا هنا هعملها برول بالنشابة بتاعتنا. الطاجن بتاعي مربع، فانا هحاول ان انا اوفق العجينة انها تكون مربعة زي الطاجن. لو الطواجن اللي انت هتستخدميها مدورة، فخلي بالك ان انت بتوفقي الشكل حسب الطاجن بتاعك. اهم حاجة الطبقة اللي على فوق دي تكون رقيقة، انها في الاخر هتبقى ناشفة معاكي. هنا خلاص انا كنت ضفت الملح زي ما ذكرت قبل ما انزل بالخطوة دي، يعني قبل ما اقفل النار ب5 دقايق، وكنت مقلله نسبة الملح جدا عشان ما يكونش معاكي اللحمة مملحة تقدرش ان انت تاكليها. ده الطاجن بتاعنا،
ونبتدي ان احنا نغطيه هنشيل طبعا الزوايد تمام اللي موجودة في الطاجن ده، لان طبعا العجينة اكبر، وهبتدي ان انا اعمل من الزوايد دي غطا كأنها بالظبط غطا حلة. ده بعد ما عجنتهم خدتهم طول وابتديت ان انا اعمل الغطا ده كده الشكل النهائي ليها. هضيف ليها شوية من حبة البركة، مفروض كنت عجنتها معاها بس مش مشكلة يعني، خلي بالك كمان من النقطة دي، في حاجات كده وانت بتطبخي بتسقط منك. وهبتدي طبعا بعد الخطوة دي ان انا ادخلها النار على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط فرن مش شواية بالشكل ده. لما بتاخدها فرن وعايزة بقى ان خلاص حسيت انها استوت معاكي، مش هتاخد تلت ساعة بالمناسبة لان انت واصلها لتلات ارباع، عايزاها تاخدها بقى لونه اغمق بتشغلها عليها الشواية. ابتدي بقى انا هنا كنت قبل ما اصور كنت ابتديت اكسر من الطروف، وخلي بالك العجينة دي احنا ما بنرميهاش، احنا في الاخر بناكلها. ممكن تعملي بها شاي حليب تاكلها كده تقرقشيها، طعمها خطير جدا جدا. شايفين الجمال؟ انا عايزه اقول لكم ان اللحمه دايبه جدا وطعمها جميل، واللي بصراحه احلى من اللحمه في الوصفه دي كان طعم البصل، يعني احنا خلاص يعني حفظنا طعم اللحم بشكل عام، بس طعم البصل هنا كان جميل جدا جدا. انت عايزه تاكليه او تزودي كمان الكميه عن اللي انا زودتها. كمان في وصفه النهارده انت بتكتري نسبه البصل، يعني هي مش بصلتين انت قطعتهم جوليان وخلاص، لا هي نسبه بصل، كانوا انا مستخدمه 5 بصلات وسط، يعني لو انت عايز اكتر او كمية العيلة اكتر بتزوده اكتر. البصل بيدي الطعم خطير جدا جدا وبينكهلك بطريقة رهيبة. فكرة الغطا ده حلوة يعني بتاكلها في الاخر بتكون طعمه لذيذ جدا. وبكده اكون انا عملتها معاكي بطريقة بسيطة وسهلة، وبتقدري ان انت تعملي الوصفة دي كلها على بعضها من اولها لاخرها في ساعة كاملة. كله بيكون راجع على عمر اللحمة، يعني لو اللحمة شبابية بتخلص معاكي بسرعة، لو اللحمة كبيرة شوية في السن بتاخد معاكي وقت في السوا. ودايما يعني حرصي على ان انت دايما تاخدي اللحمة الشبابية من الجزار، وانتبهي للنقطة دي كويس، بتفرق معاكي في الطعم وبتريحك كست بيت. كمية اللحمة المستخدمة هنا حسب افراد اسرتك، انا استخدمت 500 جرام، تقدري تطبقي الوصفة على الكيلوات اللي انت هتستخدميها. لو وصلت معايا نهاية الفيديو شكرا جزيلا لك، والى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.